تاخد سنتر والّا تاخد أونلاين؟ يعني أكتر سؤال عليه ضجة كبيرة وعليه هجوم كبير جدًا للأونلاين، رغم إن أنا مش فاهم ليه، أنا شايفها إنها ميزة كويسة ممكن تستغلها لمصلحتك. يعني الناس بتقعد تقول لك الأونلاين سوّحني أو الأونلاين ضيّعني أو السبب اللي خلّاني ما أجيبش مجموع هو الأونلاين، وتيجي تسأله تلاقيه كان مراكم 14 حصة. طب ما هو معلش، ما أنت لو راكمت أصلًا العدد ده، طب ما أنت كنت هتروح السنتر ما تركّزش. ما أنا ممكن اللي يخلّيني إن أنا في الأونلاين ما أركّزش، طب أنا ممكن أروح السنتر ما أركّزش. يعني الموضوع فيك أنت، مش العيب في الأونلاين، العيب إنك ما عرفتش تستخدم الtool اللي عندك. وأنت لو كنت في السنتر كان ممكن ما تركّزش عادي وما تستفيدش بالحصة. يعني معلش، هو الناس زمان قبل الأونلاين ما كانش في ناس ما بتجيبش مجموع؟ كان كلّه بيجيب مجموع يعني عشان السنتر؟ فأنا شايف إن الهجوم على الأونلاين غير مُبرّر، رغم إن هو مجرد tool أنت تستخدمها لمصلحتك أنت، أنت اللي تعرف تستغلها إزاي. وأنا شايف أصلًا إن أحسن حاجة هي إنك تعمل mix، تعمل mix بين السنتر والأونلاين، وعلى حسب شخصيتك. مش كل الشخصيات على فكرة بينفع معاهم كده. فتعالَ أقول لك إزاي تعمل الmix أصلًا كويس، وإزاي تحدد أنت أنهي أحسن لك، الأونلاين والّا السنتر. وإزاي لو قررت إن الأحسن إنك تmix تعمل الmix ده إزاي. وخلّينا نبدأ إن الموضوع بيعتمد على شخصيتك أنت زي ما أنا قُلت لك. لو أنت شخصيتك انطوائية، أنت السنتر ده هيبقى أكبر كارثة في حياتك. وبالمناسبة ده اللي حصل لي في ثانوية عامة. أنا شخصية انطوائية ما باحبش أتعامل مع ناس كتيرة، عكس يعني عكس كل الكلام اللي بالظاهر دلوقتي. بس أنا فعليًا زمان كنت شخصية ما باحبش أتكلم. أنا مش عايز أتكلم، مش عايز أرغي، مش عايز مدرس ييجي قدامي يقعد ياخد اللقطة عليَّ وما أعرفش إيه، ونعيش الكلام ده كله. فكان بالنسبة لي السنتر ده رعب، إني أروح وسط أعداد الناس دي كلها. أنا مش هاعرف أبقى مركز، مش عشان حاجة، بس أنا شخصية انطوائية، مش باحب الأعداد الكبيرة، مش باحب الناس. دلوقتي أنا مختلف على فكرة، يعني أنا دي قصة كفاح ممكن أقولها لكم إزاي تتحول من شخصية ما بتحبش الناس لكده. بس اللي باكلمك فيه، أنا لو كنت ساعتها أخدت سنتر، أنا بالعكس أنا كنت هاشيل عكس اللي حصل لي دلوقتي. أنا بالنسبة لي الأونلاين كان من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. فلو أنت زيي شخصية انطوائية، عارف إنك مش بتحب المعاملة مع الناس أوي، ودي مش حاجة عيب على فكرة. يعني إحنا لازم نnormalize الموضوع. حد ما بيحبش يتعامل مع الناس مش حاجة تعيبه. لو حد جه اتعامل معاه، هل هيتعامل معاه وِحِش؟ لأ، هيتعامل معاه حلو. بس هو من جواه بيبقى اللي هو ليه ما كنت قعدت في بيتي. لو أنت الشخصية دي، ساعتها والله، والله، والله خُد أونلاين، والأونلاين هيبقى أحسن حاجة حصلت لك في حياتك. لأن أنت هتبقى بمزاجك، أنت كل بس اللي محتاجه ساعتها إنك تبقى ملتزم، تجبر نفسك إنك تلتزم. لو هتعرف تجبر نفسك إنك تلتزم خلاص يا باشا. يا عم لو مش هتعرف تجبر نفسك، خلّي حد يجبرك. اتفق مع عيلتك، أنا عندي مواعيد الجدول كذا، كذا، كذا. خلّيكم زي المدرس عليّا، فاهم؟ أنتم أكنكم أنتم المدرس، اعملوا اللي المدرس كان هيعمله. لو هتعرف تعمل كده، شايف دوس في الأونلاين. الأونلاين ده هيبقى من أحسن الحاجات اللي حصلت لك حرفيًا في حياتك، في حياتك زي ما باقول لك. فدي أول كيس إن أنت تاخد أونلاين كله، حرفيًا أنت بتاخد أونلاين بس. إمتى تعمل كده؟ لو أنت شخصية انطوائية. نخش على الشخصية التانية، والشخصية العادية الاجتماعية اللي بتحب تتعامل مع الناس. دي أسوأ حاجة تعملها في حياتك إنك تاخد أونلاين بس. يعني ده بقى كان الفرق بين مين ومين؟ بيني أنا وأختي. حرفيًا أختي دخلت ثانوية عامة بعديّا بسنتين بالضبط. البيت كله كان عايزها تاخد أونلاين بس. إحنا شايفين الرابع على الجمهورية طالع خلاص من الأونلاين. تاخدي الأونلاين هو الحل. الأونلاين هو اللي هيخلّيكِ تجيبي مجموع. ودي لو كانت حصلت كانت هتبقى أكبر غلطة نعملها. ليه؟ هي شخصية اجتماعية. هي شخصية لو فضلت قاعدة في البيت هتتخنق. هييجي لها حاجة خلاص، مش هتتقفل، مش هتعرف تذاكر، مش هتعرف تركّز. عكسي أنا لو قعدت في البيت هاعرف أركّز، هاعرف أذاكر. هي لو قعدت في البيت هتعمل كده. ساعتها الشخصية دي أحسن حاجة نعملها إيه؟ حاجة من الاتنين، يا سنتر بس، يا تمركّز. إمتى يبقى سنتر بس؟ لمّا يبقى السنتر قريب من البيت ومش هيضيّع وقت كتير. ودي حالة بقت نادرة دلوقتي، لإن غالبًا السناتر بتبقى بعيدة في معظم الوقت، ناس قليلة أوي اللي السنتر قريب منها. وفي الأغلب في وقت كتير جدًا، على الأقل ساعة، ساعة ونُص بيضيعوا في إن المستر جاي، المستر ما جاش، المستر هيتأخر، المستر هيعمل. في مدرسين معروفين إن هم ما بيجوش في ميعادهم أصلًا. يعني مش عايز أقول بأسامي، بس أنا كنت مع واحد طب ده أنتِ جنان، في نُص الطريق الحصة كانت من 08:30 وهو في العربية، ده أنتِ جنان الساعة 10. ف ومش اللي أنا شغال معاه، لأ حد تاني. فالمهم يعني إن ده بجد بيضيّع وقت كتير جدًا، جدًا، جدًا. فما ينفعش إن أنت تبقى بتاخده كله، لإن كله بقى يعني مش قصدي حاجة، بس دي استهبال. إن الوقت اللي بيضيع هو مش حاسبه منه، هو وقتك أنت. معلش يعني أنت اللي اتضريت. فعشان كده أنا مش بارشّح السنتر خالص، ما عدا لو السنتر قريب منك وأنت ضامن إن هو مش هيضيّع وقت كتير. ولو أنت شخصية اجتماعية، أنا شايف إن أحسن حاجة تعملها هي إنك تعمل mix. يعني إيه هتعمل mix أو هتمكّس إزاي؟ يا باشا إحنا هنقسّم المواد. المواد عندنا السنة دي في ثانوية عامة، سواء ثانوية عامة أو بكالوريا، يعني الكلام ده للاتنين، سواء ثانوية عامة أو بكالوريا. تعالَ يا عم نتكلم على بكالوريا الأول. عندك 4 مواد. نتكلم عن أنهي كده، كده 4 مواد زي بعض: عربي، إنجليش، تاريخ. العربي
انا شايف ان احسن حاجه ليه الاونلاين. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو ضخم، حاجه منهج ضخم كده. شايف ان هو مش عارف يتلخص في السنتر، وحاسس ان اجواء السنتر هتخليك ما تركزش جدا. وعلى العموم دي ارائي الشخصيه، ممكن حد تاني يبقى خد عربي في السنتر على فكره ونفعه. فزي ما بقول لك دي ارائي انا الشخصيه. بس انا شايف ان العربي محتاج اونلاين، ومعظم المدرسين الكويسين واخدين بالهم من الموضوع ده وبيشرحوا اونلاين، زي رضا فاروق ومحمد صلاح. بس مش معنى كده ان انت لازم تاخد مع دول بس، انت حرفيا ممكن تاخد مع اي حد. على العموم يا جماعه كل المدرسين بيعملوا اقصى مجهود عندهم عشان يطلعوا كل حاجه، فمش لازم تبقى بتاخد مع المشهور والضجه والدنيا دي، انت ممكن ترتاح مع حد تاني. انا شايف ان انت لازم تاخد مع المرتاح، وكده كده هعمل حصه، هعمل فيديو عن المدرسين. بس تعالى نتكلم عن، زي ما قلت لك، العربي. انا شايف ان العربي مستاهل ان هو يبقى اونلاين. الانجليش انا شايف ان هو مستاهل يبقى سنتر. ليه؟ ماده زي ما بقول لك خفيفه، يعني مش تقيله، مش محتاجه ان هي تبقى اونلاين، مش محتاجه وقت كتير. اجواءها حلوه في السنتر، يعني اجواءها حلوه، المدرسين بيهزروا ما اعرفش ايه، لان حتى المدرسين عارفين انها ماده خفيفه. فبتبقى اجواءها حلوه، تنزل تفك لك ساعتين ثلاثه، المدرس يغني حبتين، يهزر معاكوا حبتين ما اعرفش ايه. احسن بكتير من الاونلاين. امتى تاخدها اونلاين؟ زي ما قلت لك لو انت شخصيه انطوائيه. فانا شايف ان الانجليش دي ماده سنتر، تنزل 3 4 ساعات تعيش اجواء ثانويه عامه، تفك عن نفسك. وعلى العموم دي حاجه من اللي ضايقتني وانا حتى شخصيه انطوائيه، اني ما عشتش الاجواء دي. من عيوب الاونلاين انك مش هتعيش الاجواء. بس حتى لو كده انا كنت مبسوط، يعني انا يعني فاتتني الاجواء بس كنت مبسوط عشان شخصيه انطوائيه. فزي ما بقول لك ساعتها من احسن الحاجات اللي انت تعملها لو انت شخصيه اجتماعيه تنزل الانجليش، لان هو الاجواء كلها بتبقى في الانجليش. عندك الماده الثالثه التاريخ. التاريخ ده انا شايف ان هو على حسب، يعني انا عمري ما خدت تاريخ في حياتي، ويعني اخدته زمان قوي ما كنتش بذاكره. فانا شايف ان التاريخ ماده تحتمل الاثنين على حسب انت مرتاح هي تبقى اونلاين ولا سنتر. يعني شوف انت في الموضوع، لو سنتر لقيتها بتضيع منك وقت كتير خدها اونلاين. لو لقيت ان لا عادي والسنتر مش بتضيع وقت كتير، اعتقد ان هي ماده زي الانجليش يعني، وهتلاقي مدرسين برضو بيهزروا كده. انا عمري ما اخدت مواد ادبي الصراحه. ف يعني انت اللي تقرر، انزل مره سنتر ومره اونلاين. لقيت ان هي بتضيع في السنتر وقت كتير خدها اونلاين، لقيت ان هي اجواءها حلوه وخفيفه زي الانجليش ساعتها اعمل كده. وكده ناقصنا اخر ماده، اللي هي هتبقى ماده التخصص، يعني غالبا بالنسبه للناس يا كيمستري يا فيزيكس يا ما اعرفش ايه. ودول الماده اللي انا عايز اركز فيها بقى. انت دلوقتي اللي هتحدد الموضوع كله. لو انت بتاخد برمجه انا شايف ده اونلاين، لان البرمجه كده كده خلق الله كلهم بيشرحوها اونلاين، الناس بتتعلمها يوتيوب بكورسات. يعني حاسس ان انت لو نزلت سنتر هيبقى عبث، مش هتقعد تكتب كود على ورقه، يعني موضوع عبثي جدا. فانا شايف ان لا، خد البرمجه اونلاين. بالنسبه بقى للكيمستري والفيزيكس على حسب انت شخصيتك عامله ازاي. مبدئيا امتى تاخد اونلاين؟ انت كل اللي انت عايزه حد بيشرح لك، بيلم لك المنهج كله حرفيا باحسن الطرق الممكنه، يعني بيبقى معاه وقته بقى فبيذاكر معاك حرفيا. انت عامل حسابك ان الكيمستري ده هيذاكر معاك ويبقى ناقصك الحل. وساعتها الاحسن انك تحل مع نفسك، مش عارف تحل تجيب مدرس برايفت. يبقى ده الحل اللي انت تجيب فيه ان انت تاخد فيه اونلاين. انك عايز ايه؟ عايز حد يذاكر معاك حرفيا، هو انت هتخلص مش محتاج تذاكر. امتى تنزل سنتر في ماده زي دي؟ انت بتجربت الموضوع ده وجربت تذاكر ولقيت انك مش عارف تحل، وحتى بعد ما جبت الموضوع لا انا مش متقبل الاونلاين خالص. ساعتها يا باشا زي الشاطر تنزل سنتر، بس تحاول تشوف حد ما بيضيعش وقت كتير. وغالبا هتشوف مجموعه صغنططه، يعني بيبقوا 20 30 واحد وحد بيشرح كويس. وده حل كويس جدا لو انت ايه، مش فاهم من الاونلاين. يعني انا شايف ان ده الحل اللي انت تعمله، يعني جرب الاونلاين الاول. لو لقيت ان الدنيا مخربطه معاك وبايظه خالص في الماده دي بالذات، ساعتها انقل ايه، انقل سنتر مجموعه صغيره على الضيق كده، بيبقى فيه مدرسين كتير بتوع مجاميع. ويا باشا ايه، اقعد ذاكر معاه، ده هيبقى حل كويس جدا جدا ليك. بس حاول تتاكد ان هو شاطر. ده كده بالنسبه للماده التخصص. انا شايف ان دي حرفيا هي الخطه المناسبه. وشايف ان الموضوع برضو كله بيتعامل بالظروف. يعني لو قلت لك ان انت تنزل سنتر، لو الماده انت حاسس ان انت مش نافع فيها في الاونلاين، ما ينفعش تقول لي هنزل سنتر والسنتر بعيد عني نص ساعه ساعه. انا شايف ان انت حلك خلاص في الاونلاين، وهي حصه واحده تنزلها سنتر في الاسبوع. يعني برضو نراعي الظروف. مثلا واحد السنتر جنب البيت فمش هيضيع وقت كتير، يعني هو حرفيا هيضيع نص ساعه مثلا بتاعه الدخول والحاجات دي. خلاص يا باشا انزل سنتر، يعني مش هتتضر قوي كده. انما انا بالنسبه لي اقرب سنتر مني كان تلت نص ساعه. انا بضيع نص ساعه رايح نص ساعه راجع، ساعه قاعدين في السنتر عقبال ما المستر يجي. فمش طبيعي. فبرضو راعي ظروفك انت، سواء كانت سنتر او سواء كانت اونلاين. الاثنين تولز، هي حرفيا وسائل. الوسائل دي بتساعدك انك توصل انت للنتيجه اللي انت عايزها، وانت اللي تستخدم الوسائل زي ما انت عايز. زي ما قلت لك الاونلاين مميزاته فين، وفي فيديو تيك توك برضو قلت لك مميزاته فين. انت اللي تعرف تستغلها، مش التولز اللي تستغلك. يعني ما تجيش تاخد لي اونلاين وتركني 16 حصه وتقول لي الاونلاين اللي وحش. انت اللي ما عرفتش تستغل التول، انت اللي سبتها تتراكم عليك. السنتر قلت لك مميزاته وعيوبه. ما تجيش تاخد لي سنتر وتقول لي انا في 10 ساعات في الاسبوع بيضيعوا مني مش عارف بيضيعوا فين. ما بيضيعوا في السنتر، التول انت استخدمتها غلط. انا وضحت لك التول، الاثنين تولز حرفيا. ده تستغله ازاي وده تستغله ازاي. دورك انك تمركز صح. انا قلت لك انا ازاي مركزت. لو عايز مثال حي، كانت اختي كانت شخصيه اجتماعيه،
فما كانش ينفع ان احنا نقارنها بيا وان احنا ننزلها كله اونلاين، ساعتها هي اكبر متضرر، كان لازم تنزل سنتر. قمنا عملنا ايه يا باشا؟ شفنا المواد. اول ماده العربي، زي ما قلت انا شايف ان العربي اونلاين، رحت قلت لها يا مريم، يا اختي اسمها مريم، انا شايف ان انت المواد لو هنقسمها كده، انا شايف ان انت العربي تاخديه اونلاين. الكيمستري انت شاطره فيه ولا فاشله؟ قالت لي لا ما اعرفش ايه وكده والدنيا تمام. قلت لها خلاص خديه اونلاين، وانا كده كده موجود معاكي في البيت، انا شايف ان انا هعرف اساعدك، ما انا اسيستنت كيمستري. حلو. جينا على الماده اللي بعدها الانجليش، قلت لها لا بصي الانجليش انزلي، انت كده كده هتنزلي. هم كان في لا ما كان الالماني اتلغى من عليها تقريبا، مش فاكر. المهم يعني كان في الانجليش برضو قلنا ان هي تنزله. الماده الثانيه اللي نزلتها كانت الفيزيكس، قالت هي عايزه تنزل فيزيكس، مش بتفهم من البيت، مش عارفه ان هي تحل لوحدها، لا بتحب ان حد يبقى بيحل حواليها وكده، ودي هتبقى حاجه افضل. خلاص ساعتها ده الحل الافضل. كان ناقص ايه كده؟ ناقص تقريبا كده في مواد ايه تاني؟ هم 5 مواد، انا ليه مسقط ماده؟ تعالى يا عم نعد: عربي انجلش ماس. الماس قامت واخداه في البيت، قالت خلاص هي الدنيا معاها تمام في الماس وهي بتعرف تعمل في الماس، ولو الدنيا ازمت عندها 2 اخواتها مهندسين. على العموم دي برضو من الكيسز اللي تاخدها في بالك، يعني ما تجيش تنزل تقول لي انا هنزل سنتر عشان مش بفهم ماس وعندك 2 مهندسين في البيت. طب ما انت لو ازمت معاك في الحل هم هيجوا يحلوا لك، طب ما ايه المشكله؟ فاهم قصدي؟ يعني دي برضو من التولز اللي عندك، الناس اللي عندك في البيت اللي مرت قبل كده، زي ما قلت لك ده تول. انا بالنسبه لي مثلا لو الكيمستري مش هعرف، مشكلتي هتبقى في الحل، انا عايز انزل سنتر عشان الحل، طب ما انا معايا اخويا في البيت اسيستنت كيمستري، ما اخليه هو اللي يجي يساعدني في الحل وابقى باخد اونلاين. دي برضو من التولز اللي انت تقدر تستغلها. في الاخر الخلاصه، انا كده اديت لكم مثال حي اللي هي اختي ازاي نزلت بس فيزيكس وانجلش والباقي خدته اونلاين، وقلت لك ليه خدت ده اونلاين وليه خدت ده سنتر. الخلاصه: تاخد سنتر ولا تاخد اونلاين؟ انا شايف ان احسن حل لو انت انطوائي، حرفيا 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 خد اونلاين بس، لان انت نزولك للسنتر هيضرك اكتر ما هيفيدك. لو انت اجتماعي خد اونلاين وخد ماده او 2 سنتر، عشان تبقى تجنبت عيوب السنتر ان انت بتضيع وقت كتير، ويبقى معاك الاونلاين في البيت بتقدر تستغله. قلت لك امتى ما تاخدش المواد دي اونلاين؟ لو انت فعلا مش فاهمها اونلاين، ساعتها خلاص. في ناس ما بتفهمش اونلاين عادي، مش عيب. في ناس ما بتعرفش تقعد قدام شاشه، مش عيب. ساعتها كل اللي انا بقوله ده فيستك، ما انت كيس مختلف عن اللي انا بتكلم عنها. ساعتها تروح تعمل ايه؟ تروح تاخد سنتر. يا جماعه اللي عايز اقوله لكم، ثانويه عامه مش اسطمبه ثابته، مش نجاح ثابت، مش اللي عمل كده هينجح واللي عمل كده هيفشل. ده فكر غلط. انت دي قصتك، دي حياتك، انت تستغل التولز اللي عندك على قد ما تقدر. ده اللي بيعلمه لنا في هندسه، ازاي استغل التولز اللي معايا. انت تستغل التولز اللي عندك على قد ما تقدر. فمفيش حاجه صح، مفيش حاجه غلط، انت اللي تقرر لنفسك. مفيش قرار غلط ولا في قرار صح، ومش القرار ده على فكره هو اللي هيخليك في الاخر تنجح او تفشل. انت نتائجك اللي انت هتعملها بعدها وشغلك على نفسك هو اللي هيخليك يا تنجح يا تفشل. فيا رب ابقى فدتك. زي ما قلت لك امتى تاخد سنتر امتى تاخد اونلاين، حاولت الم لك الدنيا. لو شخصيه اجتماعيه بلاش كله اونلاين، حتى لو حصه واحده بس في الاسبوع تاخدها سنتر. لو حد ما بيعرفش يركز قدام الشاشات، فانا شايف انزل سنتر، ما عدا لو السنتر بعيد عنك، ساعتها لازم تجبر نفسك انك تركز قدام الشاشات، لان الوقت بتاعك انت اللي بيضيع. بس يعني اتمنى الفيديو يبقى ساعدك وفادك. انا حاولت اقول لك كل حاجه بملخص سريع وبس. الفيديو اللي جاي هعمله لكم عن المدرسين، هتكلم برضو عن المدرسين كده بكل شفافيه. مش هقول لك حاجه صح وحاجه غلط، انا هقول لك انت اللي تقرر لنفسك، لان دي مستقبلك ودي حياتك، وانت اللي هتبقى بتقرر قراراتك بعد كده. بس يعني اتمنى ابقى فدتكم، وقولوا لي حابين الفيديوهات اللي جايه عن ايه. برضه هو الاغلب اللي جاي واحد هيبقى ماذا بعد ثانويه مع خالد، والتاني هيبقى هستضيف خالد في اوضته والتاني هيبقى عن كان اسمها ايه المدرسين، ايوه كده بس. ولو حابين اي حاجه تانية قولوا لي، انا ان شاء الله هبقى معاكم موجود كتير السنه دي. وبس، الى اللقاء.